اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في يوتيوب تشانل بتاعتي. اعتبرها بيتي، حاجه عايز اتكلم عليها، حاجه عايز افيد الناس فيها. ابدا اتكلم على طول. احساس لطيف ان انت تحس ان انت تقدر تعبر عن المعلومات اللي عندك. ممكن حد يستفاد، حتى لو واحد بس من الناس اللي بتتفرج على الفيديو استفاد، ده بالنسبه لي كافي وساتيسفايد جدا بيه. يعني 100 100. حتى لو واحد ممكن يكون ما استفادش بس انسبايرد، خد فكره، ممكن يروح يعمل حاجه بسبب ان هو شاف فيديو وانت بتتكلم. ده هو هدف التشانل. الفيديو ده هتكلم عن الصناعه في مصر. انا مهندس ميكانيكا، اتخرجت 2024. دخلت الجيش سنه، خدت تاجيل 6 شهور. بعد كده دخلت الجيش سنه، لسه مخلص جيش من شهر وحوالي شهر ونص او شهرين تقريبا. طبعا بدات ان انا بقدم على شغل وبدور على شغل في المجال الصناعي. هو غالبا هو المجال الصناعي. انا مهندس ميكانيكا انتاج وحابب الصناعه. يعني انا حابب الفكره بتاعه الصناعه، او الفكره بتاعه ان انت بتطلع برودكت من ايدك. عندك خط انتاج، موزعين، عندك تصدير، عندك استيراد مواد خام، في سبلاي تشين، في حاجات كتيره جدا من العلم اللي انت اتعلمته تقدر تطبقه. يعني عندك مصنع تقدر تدخل فيها جميع العلوم اللي انت ممكن مريت عليها او ما مريتش عليها ومحتاج تتعلمها عشان تبدا تطبقها جوه المصنع. مش مثلا بيزنس انت بس محتاج تتعلم. مثلا انا عندي شركه طبعا ويب ديفلوبمنت، بداتها في تاني كليه والحمد لله الشركه نجحت جدا، ودلوقتي اوتوميتد وفيها جي ام شاطره جدا وتيم قوي جدا قائم عليها الحمد لله. فانا فاهم يعني ايه بزنس وفاهم الحته الجزء البيزنس مش الانجينيرنج بس. طبعا شركه زي شركه روتي اللي هي ويب ديفلوبمنت، هي انت دلوقتي بتقدم خدمه ان انت بتعمل ويب سايتس للكلاينتس بتوعك، او بتقدم لهم بقى خدمات ليها علاقه بالتك شويه. بس هي محدده، انت اتعلمت حاجه طبعا هتتعمق فيها وهتروح فيها لاخر الدنيا، بس هي حاجه واحده. على عكس مشروع زي مشروع ان انت بتفتح مصنع، ايا كان مصنع صغير متوسط كبير وات ايفر، نفس المبدا بيتطبق. انت عندك مصنع تقدر تطبق في المصنع ده 100,000 حاجه. ويب ديفلوبمنت هتعمل اونلاين ستور وهتعمل ويب سايت علشان تبدا ان تبقى عندك كمبيوتر بروفايل، عشان لما يجي حد عايز يشتغل معاك من بره مصر لازم يشوف الويب سايت بتاعك. لو انت عايز تدخل في ان انت بتبيع بي تو سي، مصنع وبيبيع بي تو سي، عنده سيل تشانل، مش لازم شرط يكون بيوزع، ممكن يكون عنده سيلز تشانل. ان هو بيبيع بي تو سي ده قليل جدا طبعا بس ممكن يحصل. مفيش حاجه مستحيله دلوقتي يعني. كل الموضوع بيعتمد على المكسب والخساره، انت هتكسب كام وهتخسر ايه لو عملت ده. طبعا انت هنا بتطبق الويب سايت. طيب ايه تاني؟ داتا اناليسيس تقدر تطبقها في المصنع. طيب ايه بقى؟ سبلاي تشين، ده اصلا اساس المصنع. طيب خطوط انتاج وعلم خطوط الانتاج والكلام ده كله، واللاي اوت وزي ديزاين لاي اوت المصنع، داخل معاك 100%. طيب تبدا تخش على الديزاين بتاع البرودكت نفسه 100%. انت حتى لو جايب برودكت بيتصنع بره وانت بتحاول تصنعه هنا ارخص، فانت محتاج تعمله ديزاين وتبدا ان انت تصنعه، ايا كان هتصنعه بقى بسي ان سي او هتصنعه باي طريقه، ايا كان هتعمل ايه بالظبط على حسب المنتج، فمحتاج ديزاين. عندك بقى ار ان دي، ده طبعا حاجات موجوده بره مصر اكتر. ار ان دي اختصار ريسيرش اند ديفلوبمنت، وهو البحث والتطوير. وده بيبقى اقسام موجوده جوه المصانع بتساعد المصنع ان هو لو عنده برودكت اكس، فهو كل شويه بيبدا يفضل يطور على برودكت اكس ده الى ما لا نهايه. يعني هو ما بيوقفش تطوير على برودكت اكس ده، هو بيفضل يطور فيه، ما بيوقفش تطوير عليه، دايما بحث وتطوير، دايما العميل عايز ايه فانا ابدا احققه له من عندي. طبعا ده جزء مهم جدا. فالمصنع اللي عايز اقوله ان هو بيزنس ضخم. الانجينيرنج جزء منه، مش كله. يعني انت انجينير تفتح مصنع؟ لا، هو مش حاجه كده. او انت انجينير تشتغل في مصنع فانت بقت جزء في المصنع. يعني ده من وجهه نظري الشخصيه. طبعا قدمت على مصانع، اشتغلت شويه في المعدات الثقيله في مكان كبير في مصر، بس حسيت ان انا عندي اكتر عايز اضيف. يعني عندي طاقة أكبر وعندي مهارات أكتر من المكان اللي أنا كنت فيه. وفي الأول وفي الآخر يعني هي كل حاجة نصيب، فسبت المكان وبفكر في حاجة في المجال الصناعي دلوقتي. طبعا همشي في القصة واحدة واحدة، لسه بختار اندستري. يعني أنا كنت جايب لكم على اللابتوب دلوقتي، هقول لكم في الفيديو ده عشان ما اطولش في الفيديو ده عايز اوريكم 7 اندستريز الحكومه المصريه بتشجع عليهم انت تبدا تفتح مصانع في السبع اندستريز دي. اول اندستري هي الاوتوموتيف والاوتو كومبوننتس. يعني انت عندك صناعه السيارات او الصناعات المكمله لصناعه السيارات. يعني صناعه السيارات هي صناعه ضخمه جدا طبعا، صناعه معقده جدا، تعتبر من اعقد الصناعات. يعني تبدا بقى ان هي صناعه السيارات، تمام ماشي. الصناعات اللي حواليها قطع غيار السيارات، ايا كان بقى انت عايز تعمل ايه بالظبط، فكل الصناعات المكمله لصناعه السيارات. عندك ريدي ميد جورميه اند تكستايلز، الملابس الجاهزه والغزل والنسيج، ودي حاجه احنا مشهورين بيها من زمان.
الفود بروسيسنج والاجري اندستريز، اكل بكل تفاصيله والصناعات الزراعيه بكل تفاصيلها. الفارماسيوتيكالز اند اكتيف انجريدينتس، انا ما اعرفش يعني ايه اكتيف انجريدينتس دي، بس فارماسيوتيكالز يعني هو مجال الادويه والمجال الطبي. الالكتريك كومبوننتس والهيفي انجينيرنج، الصناعات الهندسيه، والالكتريك اكويبمنت زي الثلاجات والغسالات، وطبعا المصانع الكبيره جدا الموجوده عندنا هنا تبع العربي وتبع ال جي وسامسونج، عندنا مصانع ضخمه جدا. مجال الالكترونكس اسمبلي اند ديزاين برضو، يعني ده اعتقد ان هو سمارت فونز، شاشات، يعني حاجات فيها الالكتريستي مهمه، او فيها الكترونكس، يعني فيها مايكرو شيبس والحاجات دي كلها. اخر صناعه اللي هي الصناعه السابعه هي الكيميكالز والبتروكيميكالز، وده طبعا مجالات زي الاسمده وبس. يعني دي طبعا صناعات الحكومه بتوجه ليها وبتدعم الناس اللي بتبدا مصانع فيها او بتبدا شغل فيها، بتدعمهم على طرق كتيره جدا. يعني ممكن محامي يتكلم فيها احسن مني، بس اللي انا اعرفه ان انت طبعا بتاخد يعني اعفاء من ضرائب معينه لمده معينه. لو بتستورد مكن من بره فانت اعتقد بتتعافي من التارفس اللي بتدفع على الحاجات اللي انت بتستوردها دي لمده معينه. برضه مش عايز اخش في تفاصيل انا ما اعرفهاش، بس يعني اللي انا قلته لكم ده كان مجمل كلام اتقال لي من محامي، يعني هو برضه مش كلام انا جايبه من الهوا، هو كان مجمل كلام اتقال لي من محامي. بس انا ما اقدرش اقوله بنفس التفاصيل لان مش على قدر العلم الكافي ان انا اقدر اقوله يعني. بس فدي كل حاجه. ان شاء الله في الفيديوز الجايه هحاول ان انا دوكيومنت معاكم الفكره اللي انا عايز اطلع بيها، لسه مش فكره كامله عشان اقدر اقولها، بس وانس ان انا استقر على اندستري معينه او على حاجه معينه واعرف الكابيتال اللي انا محتاجها عشان ابدا، على طول هدوكيومنت الموضوع ده معاكم. ممكن حد يستفاد، حد يبقى عايز يضيف حاجه، حد يبقى عايز يدي نصيحه، يعني حد عايز يسال سؤال فاجاوبه. وات ايفر الموضوع ممكن يمشي ازاي بينا، انا يعني انا بس في الكاميرا وانتوا في الموبايل، بس احنا بنتواصل مع بعض، احنا يعني كلنا مع بعض. شكرا جدا انت كملت الفيديو للاخر، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو حاببني اتكلم في حاجه معينه الفتره الجايه، او عايز تسمع عن حاجه معينه، على طول اكتب لي في الكومنتس. فلايك وسبسكرايب، ولو في حد من صحابك شايف ان هو مهتم بالمجال الصناعي وممكن يستفاد بالفيديو، يعني ابعت له الفيديو واعمل له شير. وشكرا.